السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معكم مروة السمان من الصعيد. ودي بقى يا حبايبي الصلصة بتاعت الكشري. انا عملت ايه؟ شايفين الحلة؟ بسم الله ما شاء الله. الحلة دي يا حبايبي انا كنت ضاربة طماطم، ضربها في الخلاط وعصرتها، وكانت ملو الحلة دي. شايفين الحز ده يا حبايبي؟ كانت ملو لحد هنا يا حبايبي. سبتها تغلي، حطيتها بس في الحلة، ولا نقطة زيت ولا حتى يوتا حاجة، هي بس يا دوبك رشة ملح بسيطة وبس. وسبتها تتسبك لحد ما وصلت للحجم ده. هي كده دلوقتي خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاها. اعمل فيها دلوقتي، هنزل عليها يا حبايبي بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالزيت اللي جليت فيه. شايفين يا حبايبي الزيت اللي جليت فيه البصل او الورد بتاع الكشري. بعد ما حطيت الزيت يا حبايبي، شايفين شكله حلو ازاي؟ هنزل هنا يا حبايبي برشة ملح ورشة بابريكا ورشة فلفل اسود ورشة سكر عشان الحموضة. وهنا يا حبايبي البصل او الورد بتاع الكشري، البصل المقلي. هعمل ايه؟ هنزل عليهم بالصلصة واقلبهم بس يا حبايبي، وكده هطفي. ودي كانت ايه يا حبايبي؟ الصلصة بتاعت الكشري. بسم الله نقلب. على فكرة يا حبايبي الطريقة دي من بتاعت محلات كشري بلدنا، وكشري مصر وكشري ايوتها بلد. الطريقة ديت يا حبايبي بتاعت المحلات. اتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. كانت معكم مروة السمان من الصعيد. سلام.